ازيكم عاملين ايه؟ سؤال سألته على صفحة الفيسبوك. يا دكتور، الميثايل تكنو اللي هو فيتامين ب 12 بيتاخد قبل الاكل على المعده فاضيه ولا بعد الاكل؟ وهل اشترط على المعده فاضيه ولا لا؟ وايه الفرق ما بين الميثايل تكنو فيلم وما بين الديبوفيت حقن؟ وهل الاثنين بينفعوا اثناء الحمل ولا لا؟ هنجاوب على كل الاسئله دي يا جماعه. بس مبدئيا كده، لو انت اول مره تشوفني، انا الدكتور بسام انور، دي قناتي على اليوتيوب. بعمل فيديوهات كتيره بتكلم فيها عن طريقه قراءه التحاليل الدم، بعمل فيديوهات عن فروقات ما بين الادويه وشرح بعض الادويه، وبعمل فيديوهات عن بعض المواضيع المهمه زي السكر والدهون والكوليسترول والكلام ده. كل ده هتلاقوه سواء على اليوتيوب او على صفحه الفيسبوك. ما تنسوش تتابعوني هنا وهناك. خلونا دلوقتي نرجع يا جماعه للميثايل تكنو افلام والديبوفيت والفرق ما بينهم، هل هم بعد الاكل ولا قبل الاكل؟ مبدئيا كده يا جماعه، الميثايل تكنو فيلم بيحتوي على فيتامين ب 12 في صوره الميثايلوكوبولامين. الميثايلوكوبولامين، الفيتامين ب 12 عندنا بيبقى موجود في كذا صوره، منهم الميثايلوكوبولامين، منهم الهيدروكسي كوبولامين، منهم السيانوكوبولامين. الميثايلوكوبولامين من ضمن الصور الطبيعيه اللي تبقى فيتامين ب 12 موجود فيها، يعني الجسم ما بيحتاجش ان هو يحوله جواه او يعمل له اي حاجه غير ان هو بيستخدمه، بياخده ويوديه على الخلايا العصبيه او على المكان اللي هيشتغل فيه. طيب، ايه هي استخدامات الميثايل تكنو عشان بس نبقى عارفين الاول؟ الميثايل تكنو بيستخدم في بعض حالات فقر الدم او الانيميا اللي بيبقى بسبب نقص فيتامين ب 12، وبيستخدم في حالات التهابات الاعصاب، سواء نتيجه لمشكله في العظام، مشكله في العضلات، او نتيجه لناس مرضى السكر بيبقى عندهم التهاب في الاعصاب الطرفيه. وبيستخدم في بعض حالات العيون، وبيستخدم في بعض حالات او بعض الناس اللي بيبقوا عاملين عمليه تكميم، فبيبقى امتصاص فيتامين ب 12 عندهم صعب من المعده. طيب، نيجي للسؤال المهم دلوقتي كمان، ايه الفرق ما بين الميثايل تكنو والهيدروكسوكوبولامين؟ مبدئيا كده، الميثايل تكنو زي ما انا قلت هو موجود في صورته الطبيعيه، بيحصل له امتصاص والجسم بيستخدمه بشكل مباشر على طول. طيب، والديبوفيت يا دكتور حقن اللي احنا اتعودنا عليه طول عمرنا، ايه وضعه؟ وهل هو افضل ولا الميثايل تكنو افضل؟ الديبوفيت حقن بيبقى فيتامين ب 12 موجود فيه في صوره الهيدروكسوكوبولامين. وميزه الهيدروكسيكوبولامين انه متخزن، بيتخزن في الجسم، وبالتالي هنلاقي ان الجرعه بتاعته مختلفه عن جرعه الميثايل تكنو. الميثايل تكنو هو عباره عن فيلم بيحتوي على فيتامين ب 12 في صوره الميثايل كوبولامين بتركيز 1000 مايكروجرام، يعني 1 مللي جرام. والديبوفيت عباره عن امبولات، كل امبوله بتحتوي على فيتامين ب 12 ولكن في صوره الهيدروكسيكوبولامين بتركيز 1000 مايكروجرام، يعني 1 مللي جرام، يعني الاثنين نفس التركيز. ولكن الميثايل تكنو بيتاخد فيلم كل يوم لانه مش متخزن، بينما الهيدروكسيكوبولامين او اللي هو الديبوفيت حقن بيتاخد امبوله، ممكن كل 5 ايام، ممكن كل اسبوع، ممكن كل شهر، على حسب ما الدكتور بيوصفه لك، لانه متخزن. والاثنين على فكره ليهم نفس الاستخدامات، لان الاثنين فيتامين ب 12. طيب، مبدئيا كده الديبوفيت حقن، سوري، الميثايل تكنو يا جماعه عشان الناس كتيره بتسال عليه. الميثايل تكنو علبه 30 فيلم ب 105 جنيه، ده سعره الجديد الحالي. وللي ما يعرفش، الميثايل تكنو هو عباره عن افلام. فيلم زي كده عباره عن ورقه، ماشي، ولما بتفتحها بيبقى في عندك هنا سهم صغير، ماشي، بتقوم فاصل الورقه كده وتقوم شاددها، وهيديك من جوه الفيلم احمر. بس اهم حاجه وانت بتمسك الفيلم تبقى ايدك يا جماعه ناشفه عشان خاطر ما يدوبش في ايدك. بصوا، انا هطلعه لكم اهي الورقه بعد ما فكيتها، وده يا جماعه منظر الفيلم. فيلم رقيق خالص وشفاف تقريبا، ماشي. ما يميز فيتامين ميثايل تكنو عن الحقن، طبعا الحقن بتبقى حراقه شويه، ولكن الميثايل تكنو فيلم ميزته ان هو بيدوب في اللسان او على اللسان او تحت اللسان في خلال ثواني، وبيحصل له امتصاص من الاغشيه المبطنه للفم. يعني ما هواش قرص لازم تبلعه وتستنى لما ينزل المعده ويدوب يبدا يحصل له امتصاص. ولو انت عندك صعوبه في امتصاص صعوبه في امتصاص المعده، او صعوبه في امتصاص فيتامين ب 12، ان بعض الناس عندها مشاكل في المعده،
التهابات او قرح، فبيعمل صعوبه في امتصاص ب 12، والناس دي بتعاني منها. او زي ما قلت لكم الناس اللي عامله عمليات تكميم او عمليات تحويل مسار، الناس دي برضو بتعاني من صعوبه في امتصاص فيتامين ب 12. فميزه الفيلم دي انه بيحصل امتصاص من الاغشيه المبطنه للفم، وبيدخل على الدم على طول باعلى تركيز، وبيفضل معاك في الجسم، وبيدخل على الاماكن اللي فيها مشاكل، وبيبدا يديك تحسن ملحوظ. ده ميزه الميسايل تكنو. وعشان كده يا جماعه الميسايل تكنو مش مرتبط باكل، سواء لا قبل الاكل او بعد الاكل. الميسايل تكنو على عكس الاقراص بتاخده في اي وقت، وممكن بعد ما تحط الفيلم على لسانك ممكن تشرب وراه كوبايه ميه عادي. هو في الغالب بيدوب في ثواني وبيحصل له امتصاص والموضوع بتاعه انتهى. ولو لقينا يا جماعه او لو قارنا الميسايل تكنو بانواع فيتامين ب 12 الثانيه، هنلاقي ان برضو الجسم او بيحصل تشبع للجسم من فيتامين ب 12 بسبب الميسايل تكنو بشكل اعلى من الحاجات من الانواع الثانيه زي السيانوكوبولامين. ونفس الموضوع برضو يا جماعه بيبقى في حقن الديبوفيت ب 12، بيحصل تشبع لأنسجة الجسم بفيتامين ب 12 بعد ما بتاخد الحقن. وزي ما انا قلت ان ب 12 متخزن، الميسايل تكنو مش متخزن، ده جرعته واحده كل يوم، وده جرعته واحده كل 3 ايام او 5 ايام او كل اسبوع او كل شهر على حسب ما الدكتور بيوصفه لك، والاثنين ليهم نفس الاستخدامات. طبعا الفرق في السعر ممكن يكون الضعف تقريبا، ولكن الديبوفيت زي ما قلت لكم واحده في الاسبوع، بينما ميسايل تكنو العلبه تقريبا هتقعد معاك شهر لانك هتاخد واحده كل يوم. الاثنين بيستخدموا امان اثناء الحمل والرضاعه، والاثنين تقريبا ما لهمش اعراض جانبيه. طيب معلومه مهمه قوي لازم اقولها بخصوص موضوع الحمل والرضاعه وفيتامينات بي. لو اخدنا بالنا يا جماعه في الديبوفيت هنلاقي مكتوب 5 امبولات كل منهم 1 ملي لتر خالي من الكحول البنزيلي، بين قوسين خالي من الكحول البنزيلي، ماشي. وانت لو عندك او انت لو عندك الحقن في البيت اقراها. وايه قصه الكحول البنزيلي دي عشان بس نبقى عارفين الموضوع ده مهم جدا. الكحول البنزيلي يا جماعه ماده بتضاف لبعض الحقن، وظيفتها حاجه من الاثنين او الاثنين مع بعض. هي بتستخدم كماده حافظه للماده الفعاله عشان خاطر المواد الفعاله ما تتاثرش، او بتستخدم كمخدر موضعي، لان معروف عن مجموعه حقن بي او معروف عن مجموعه او بي 12 انها بتعمل حرقان اثناء ما انت بتاخدها في الحقن العضلي. وبالتالي هما بيضيفوا ماده الكحول البنزيلي او الكحول بنزايل بالانجليزي عشان خاطر كمخدر موضعي في المكان اللي بتاخد فيه الحقنه فما تحسش بالحرقان بتاع الحقنه. الماده دي للاسف الشديد بتوصل للجنين اثناء الحمل او بتوصل للطفل اثناء الرضاعه، وبيحصل تراكم للماده دي في جسم الجنين او الطفل، لانه الجسم بتاعه بيبقى غير قادر على التعامل معاها والتخلص منها، لحد ما بتتراكم وبتوصل لتركيزات عاليه، تركيزات بتسبب تاخر في القدرات العقليه للجنين او للطفل، وقد تسبب الوفاه لا قدر الله. فناخد بالنا يا جماعه، انا شرحت في فيديوهات قبل كده بعض انواع الحقن برضو بتحتوي على الكحول البنزيلي وبعضها لا، وعملت مقارنه ما بين الاثنين. فناخد بالنا من الموضوع ده، مهم قوي بالنسبه للحوامل والمرضعات. اي حقن هتاخديها سواء حتى الفيتامين ب وبعض حقن المغص في التخلصات اللي بتتكتب في الروشتات للحوامل برضو بيبقى في انواع بيحتوي على كحول بنزيلي وانواع لا يحتوي على كحول البنزيلي، فاحنا ناخد الانواع التي لا تحتوي على الكحول البنزيلي. يا رب يكون الفيديو مفيد. ما ننساش يا جماعه لو الفيديو مفيد نعمل لايك للفيديو ونعمل شير عشان خاطر غيرنا يستفيد. ما تنسوش تتابعوني على القناه وتفعلوا جرس الاشعارات عشان توصلكم الفيديوهات الجديده اول باول. اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله الفيديو الجاي.